بعرف إني اختفيت يا جماعة أسبوع، ولكن اختفائي كان لأسباب كتير. أول وأهم نقطة اللي هي إنه أنا أول ما رجعت من قطر حسيت حالي كتير ضايعة، وكان في كتير شغل وشغلات متراكمة، خاصة إنه إحنا كتير مقربين على سنة جديدة، فكان لازم أسيطر على كل هاي المواضيع. فعشان هيك حبيت أخذ هاي الفترة بريك عشان أقدر أرجع من أول وجديد ونحط خطط للسنة الجديدة. والحمد لله قدرنا نعمل هذا الإشي أنا وحارث. عملنا لكم شغلات كتير حلوة للسنة الجاي، رح يكون في كونتنت خرافي. فأنا كتير آسفة إني اختفيت، وشكرا جد لكل حدا سأل عني، يعني أحس حالي كتير مهمة، فشكرا. وكان في شوية ظروف عائلية، ولكن الحمد لله كل شيء هلأ تمام، كل أمور أحسن. قدرنا أنا وحارث بقولكم نعمل خطة كتير حلوة للسنة الجديدة، والحمد لله. خلص مرات بحس الواحد بحتاج ياخد هذا البريك أو ياخد هذا الوقت مع نفسه، يحاول يشتغل على حاله أو يقعد مع نفسه شوي يفكر بكل إشي بحياته. غير هيك كمان إنه هذا الجو كتير كئيب، الشتاء كتير كئيب، فأنا كنت كل يوم بس هيك قاعدة مع نفسي إنه يا الله بعيط، لأنه ما بحب هذا الجو أنا بالمرة. فبس يعني حبيت بس هيك أطلع أحكي معاكم وخلص، ورجعنا الأمور كلها تمام وأحسن من قبل إن شاء الله. وما رح أرجع أعيدها إني أسافر كتير، لأنه عن جد الموضوع متعب وبياخد من وقت الواحد ومن تفكيره ومن كل شيء. بس والله ترقبوا الشغلات الجديدة رح نعملها. وكمية المسجات اللي وصلتني عن جد الله ما أحلاكم، يعني ما حسيت حالي أصلا غايبة. كنت أشوف المسجات والمنشنات بكون نفسي أرد، بس كنت خاص بفيز إنه نقاء روحي وانفصال زي هيك. بس يعني جد شكرا حتى لصحباتي اللي بالسوشيال ميديا واللي برا السوشيال ميديا، كتير في ناس رنوا وطمنوا وحسوا إنه أنا غبت، فعن جد شكرا. عن جد حسيت هيك إنه إلي قيمة، هيك هذا الشعور. بحبكم كتير والله جد، بس ترقبوا كمان مرة الشغلات الحلوة والجديد إن شاء الله رح تشوفوها. Remember, I always love you. Remember, I always love you.